24 ساعة على 24. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de directions se cachaient derrière un panneau toute direction? Moi, j'ai eu envie de savoir. Alors j'ai pris ma Skoda Octavia et je roulais. J'ai pris toutes les directions possibles. À chaque fois qu'une nouvelle route s'offrait à moi, je l'essayais, sans savoir où elle me mènerait. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas combien de directions il existe. Mais ce que je sais, c'est que la meilleure que j'ai prise, c'était la première. Quand j'ai décidé d'aller chez Skoda pour m'offrir la Octavia. Skoda Octavia TDI Clim à partir de 1999 dirhams par mois. C'est trop bon de faire des kilomètres. Skoda, simply clever. سميتي سارة لي برودوي دو بوتي المفضلة عندي كتوصلني حتى للدار. فضل لا ريبريزونطونط افون ديالي كتعرف لي برودوي افون اللي كنبغي وكتخليني نجربهم قبل ما نشريهم. حتى انا عندي خبيرة التجميل ديالي بحال لي ستار. ديروا بحالي وزوروا موقع www.avon.co.ma باش يوصلكم الجمال حتى لعندكم. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحتضن مدينة فاس الدورة 9 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية تحت شعار دين المحبة من رابعة وابن عربي وجلال الدين الرومي إلى اليوم. أمسيات صوفية، حفلات موسيقية، ندوات، موائد مستديرة، عروض وورشات. كونوا في الموعد من 18 إلى 25 من أبريل الجاري. مزيدا من المعلومات زيارة الموقع www.festivalculturesofe.com. كان يا مكان جادت الطبيعة في واحد المكان بمياه رائعة للصحة نافعة. تنبع من موقع ساحر مرحب بكل زائر. مولاي يعقوب وسط فضاء عسل ومريح ومفتوح على الطبيعة. تدعوكم حامة مولاي يعقوب للاستمتاع بالمياه المعدنية عند منبعها وتقدم لكم مجموعة واسعة من الخدمات للاسترخاء والمداواة بالمياه الطبيعية لمولاي يعقوب ابتداء من 125 درهم. للاعتناء بجسمكم ورعاية صحتكم اتصلوا بنا على الرقم 0535 69 40 64. إذاعة MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 للاستماع إلينا في الداخلة على الموجة رقم 93.9 ميجاهرتز. نقولوا ويسكي في برنامج خيمة زوان. ذيك الخيمة يسكن دلال ساعة زمن من التطراح في أبدع ما قالوا الوزانة. نقصوا الأثر في بداياتهم ونشوفوا كل صغيرة وكبيرة تخص مسارهم الفني. وده كامل تجبروه في برنامج خيمة زوان مع ستال مسكيح. الله عليكم مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأثيرية المباشرة على الإذاعة القريبة منكم واللي تصنت لكم 24 ساعة على 24 ساعة. الإذاعة الأولى الشاملة في المغرب، إذاعة MFM. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خيمة زوان. ومنين نقولوا خيمة زوان نستحضروا فنانين وبداع ومغنيين عطاوا ومزالوا يعطوا وساهموا في الرقي بالموسيقى بجل أنواعها وتنوعها، وبالتالي الحفاظ على جانب مهم من الثقافة الحسانية. مرحبا وسهلا بكم مستمعين الكرام دائما على أثير إذاعة MFM. واليوم مستمعين الكرام ندوروا نتكلموا عن مجموعة غنائية أطلق عليها لقب سفراء الأغنية الحسانية.
وهي مجموعة مستمعين الكرام قد تفرض وجودها في الساحة الفنية في وقت كانوا المجموعات الغنائية قليلة يا غير بالكلمة الموزونة واللحن والإيقاع اللي يأثر على المصنت في كل أغانيهم قد يكسبوا جمهور وعشاق من كل بلد. منين نقولوا مستمعين الكرام أنا نبغيك أنت وأنت ما قلتي لي شي. أطفال الحجارة ما هم كيف الأطفال، إشكاو المرارة من الصهيون القتال. ومنين نقولوا فجايع ذا الدهر وياسر من الأغاني. أكيد ما له يستحضروا يكون مجموعة غنائية ذا كامل اللي قلناه. هذه المجموعة اللي كونت أغاني ضوات وشاشعت في اسم الطرب الحساني الوادنوني اللي هي مجموعة شباب وادنون. هون المستمعين الكرام نبغي نمرحب وحاضر معايا هون في الاستوديو فنان تبارك الله عليه، فنان عبد الواحد الرقيب عن مجموعة شباب وادنون. عبد الواحد ايش حالك؟ بخير الحمد لله. السلام عليكم الاخت سلمى، ولا نشكركم على استضافتك لنا وعلى التفاتك لهذا النوع من التراث اللي يستحق، واستفادتك اصلا المجموعه اللي هي يعني عطات الكثير ولا جبرت شيء مثلا كون محبه الجمهور ما شاء الله، محبه الجمهور، وهذا هو المهم. ونشكروا ام اف ام على الاستضافه، وتحيه لجميع المستمعين والمستمعات، وشكرا لكم جميعا. مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بك ضيف في البرنامج كيف تعرف خيمة زوان اللي يعنى بكل ما هو الفني وكل إبداع وكل وزانة تبارك الله اللي غانيين الساحة الفنية في أقاليمنا الجنوبية. وتبارك الله هذا نهار كبير والخيمة تبارك الله اليوم شاشة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الخيمة قاع هي الخيمة أصل قاعد مضمون الخيمة يعني شيء ياسر. كون اسم الخيمة وخلينا أحضر فيها تبارك الله عبد الواحد الرقيب ومجموعة شباب وادنون اللي عطات تبارك الله. مولي يا زوان عنده معنى كبير. يا زوان ناس كاملة تعرف الزوان في شمال أفريقيا كاملة تعرف الزوان، وتقد الناس تزيون بالقيفان وتزيون بالطلع وتزيون بالغنى وتزيون الله بالجماعه بالكلام كاع. والله واحنا اليوم ننظر كاع رجعت قال لهم زيون كاع واحد والله احنا اليوم ما لنا وحدنا تبارك الله. واليوم معاك انت ومع مستمعينا الكرام ندوروا نزيونوا ونرجعوا بالا الثمانينات والتسعينات باغاني تبارك الله مازالوا راسخين ومازالوا يحفظهم الكبير والصغير. الحمد لله زمن جميل. عشقنتي صراحة يا فلشي دالي عشقنتي صراحة يا فلشي دالي عشقنتي صراحة يا فلشي دالي عشقنتي صراحة يا فلشي والقلب مشيتي به واللي خالق من شي والقلب مشيتي به واللي خالق من شي. أنا بغيك انتي وانتي ما قلتي شي أنا بغيك انتي وانتي ما قلتي شي أنا بغيك انتي وانتي ما قلتي شي أنا بغيك
مازلنا متواصلين معكم مستمعينا ومستمعاتنا دائما على اثير الاذاعه القريبه منكم واللي تصنت لكم 24 ساعه على 24 ساعه اذاعه ام اف ام، ودائما برنامج خيمه تزوان. ودائما ضيف الحلقه اللي هو عبد الواحد الرقيب عن مجموعه شباب وادنون. نمرحبوا بك مره ثانيه عبد الواحد، مرحبا وسهلا بك في خيمه تزوان. بارك الله فيك اخت سلمى، بارك الله فيك. عبد الواحد، نبغيك تتكلمنا شوي عن بدايات المجموعه، يعني كيف كانت البدايات، شنو هي الاغاني شنو هي المواضيع اللي اهتميتوا بها؟ البدايه كانت جميله فعلا، البدايه كانت جميله وتفكر تفقد ايام الطفوله. تعرف ذاك الزمان كنت انا عبد الله قلت انا وحياتي المختار كنا موهوبين، يعني موهوبين لغنا، نبغوا لغنا ونبغوا ونمشوا للمناسبات اللي فيهم الطبل ونمشوا للأعراس. وهو كان الله يرحمه كان فنان، يعني فنان، كانت عنده فرقة في المدرسة، يعني ويعدل المسرح ويعدل الغناء ويعدل. تعرفوا في هذاك التاريخ كان اللي خالق من الغناء العصري مثلا هما الأغاني ديال الجيال، بحال جيل جلالة، مجموعات بحال جيل جلالة والمشاهب والغيوان، هذا هما الفرق اللي كانوا الموسيقى العصرية هي اللي كانت. ولا الغربي بحال بوب ماري وبحال هذا كل بحال ذاك الوقت اللي برزت مجموعة شباب وادنون. الوقت اللي برزت مجموعة شباب وادنون من كون، يعني فوتنا فترة في ذاك التاريخ، يعني المجموعة نعطوها كم من أسامي، تعرف طموح الشباب والمرة نسموها هكذا، والبداية وباحر يعني المجموعة باحرش من ولكن الاسم الحقيقي اللي انطلق على يعني شباب وادنون في 1982 بداية 82 تقريبا، شهر 2 حاسلي والله. ذاك التاريخ سمينا مجموعة شباب وادنون انطلق الاسم الحقيقي، واستمرت الى زدنا الحمد لله، زادنا محمد الميمون الحمد لله ونزدنا به. كان خاصنا شيء منين زادنا محمد عبد الحي الميمون نسمى احنا محمد، يعني تكاملنا، عندنا 4 رواقيش، انا عبد الله قلت انا وحياة فريعات الله يولي ورحمة الله، وحسن التلويني ومحمد ولد ميمونه محمد عبد الحي. المهم استمرنا في واحد الفترة ما شاء الله منسجمين، يعني كيف الاخوت، يعني عائله واحده ما شاء الله، امواتنا كيف الاموات، يعني كيف اسره واحده، عائله واحده، يعني منسجمين ومندمجين، يعني بواحد الطريقه اللي يعني في بلادي وقت من اللي من وعسى ثاني يعني منسجمين لواحد الدرجه ما شاء الله، شيء جميل طبعا. زين بالنسبه للمواضيع اللي كنتوا تختاروا انه تبارك الله اغاني برزت في الثمانينات ومازالت لحد الان صالحه لكل وقت وحين، مازالت تبارك الله عالجت مواضيع لا تموت. فعلا احنا من بدايه كان عندنا هدف واحد، كان عندنا الهدف هو الابراز التراث الحساني. تعرف كيف قلت لك في الاول، عندنا ديك الساعه كان اللي خارج من المجموعات مجموعات من الغناء هو اغنى الاجيال، يفهم. احنا اخترنا ندخلوا الحسانيه حتى تعود عنصر من هذوك العناصر ديال الاغنيه العصريه مثلا في داخل حتى الاجيال، كيف المجموعات نقولوا مجموعه ناس الغيوان، مجموعه جيل جلاله، علاش ما تعود مجموعه شباب وادنون حتى هي داخله ماشيه مع زين. الفكره تبارك الله نجحت، هذا هو احنا صغار ديك الساعه، ولكن الفكر يعني اكبر، والحمد لله واستمتنا، يعني استمرينا بلا شيء عدلنا شيء، ما يعني ما عاوننا حتى حد، ما عاوننا حد بشيء اللي احنا الرسل والمناسبات، ولكن عاوننا جمهورنا والناس ديال وادنون والمناسبات، نحضروا المناسبات يعيطوا لنا ونجوهم ونحضروا لهم، نشعشعوا المناسبات بمعنى الكلمه. وما عنده فرق بين هذا وبين هذا. الخيمه اللي جيناها نحسبوا راسنا ولاد الخيمه، يعني بالاحترام والتقدير ونعاون، يعني ونحموا المناسبه. عيا رخيك العيان واش داك المسرح، عيا رخيك واحد مثلا عيا وما كاع قاعد يحرك شي وشدك ويجيك واحد مسرح كاع ما فاتجبر شي، وانت خاصك تعدل مجهود موليت، يعني خاصك تحملوا المناسبات وتحسوا يعني وتفرحوها، يعني تحسوا بديك المناسبه اللي جايبك، لا جايين الناس وجايين تطربهم، وحنا مولي ناس الجمهور اللي تابعنا، الجمهور اللي جاينا، يعني نعودوا في مناسبه مثلا
بحال في القصابي جينا الدشره كامل مقلوبه، جينا الدشره كامل يجوا باغيين يتفرجوا وحنا نفرحوا بهم وخاصنا نطربوهم، ما خاصنا حتى بالنسبه للناس اللي عندوا الناس اللي احنا عندهم العادوا مثلا ما يعني خلب الناس اللي عنده واللي ما عنده يعني مثلا بحال نقولوا يعني الناس اسمح لنا نشوفوا نشوفوا الناس اللي جايين خاطر الناس اللي جايين ونعاونوا يعني باش ما قدينا نعاونوا نحاولوا نساعدوا يعني قدر المستطاع. بالنسبه المواضيع اللي هي المواضيع اللي سميتو حنا كان عندنا هدف كيف قلت لك في البدايه، عندنا ندخلوا الموكبات ديال الموكبه الفنيه يعني تعود سفينتنا ماشيه مع السفن الثانيه. قررنا نسجلوا شريط كنا في 84 كنا نسجلوا شريط وكانت الاغنيه الاولى اغنيه صليت عليه كانت واحده من هذوك الاغاني، كانت اغنيه صليت عليه وكانت يا ربي راني تايب لك، وكانت الاغنيه يا ربي راني تايب وكانت بالنسبه لاغنيه صليت عليه كانت هي هذا في الالبوم اللي كان يسجل في 84 كانت اغنيه صليت عليه. تبارك الله يعني البدايه كانت في 82 و84 سجلتوا يعني ما سجلناه كنا وجدناه ولكن لقينا واحد المشكل شوي في حد ذاته راهي تبارك الله طفره نوعيه وجدناه في ذاك الوقت وجدنا اربع اغاني وجدنا كيف قلت لك صليت عليه وجدنا يا ربي راني تايب لك انت مولاي واغفر لي، ووجدنا اغنيه ثانيه غزاليه اللي تحجل لي راك ناسيها تحجل يعني اغنيه تقليديه كنا بغينا نعدلوها حتى هي في ورقصه وجاكوار ديك الساعه كانت رقصه جاكوار زي رقص جاكوار ديك الساعه كانت اللي ما رقصها ما رقص واللي ما غناها ما غناش. المشكل اللي جبرنا احنا كنا الالات اللي عندنا كانت عندنا ديك الساعه قيطار والطبل ولا ثاني الطبيلات هذو الطمطم مع الايقاع. ونعرفوا عن عبد الواحد الرقيب ضابط ايقاع اللي تبارك الله قاعد الالات تبارك الله يعزف عليهم وتبارك الله. الحمد لله احنا وهذا الشيء سبحان الله موهبه، هذا الشيء الموهبه يعطيها لنا مولانا سبحانه وتعالى. احنا هذاك الشيء موهوبين يعني من زلنا صغار ومن الريتم هو كل شيء. الريتم جميع الالات ديال الريتم والريتم هو الحاجه، الريتم في الحياه، الريتم في الغنى، الريتم في والله والريتم درايك تبارك الله راهي نصنتوا لاغنيه صليت عليه على النبي صليت عليه. نخلوا شويه مستمعينا الكرام يستمتعوا بالاغنيه الجميله. اللهم صل يا حليمة يلي محمد رفعتي يا سعد الحاضر من الأمة بخلاقة محمد وبجي محمد من زين التبسام زين الخد وزين تيدي يوم الرسل أول إمام محمد صلى الله عليه.
والرب ما عندك تشبيه بكلمة من حرنا واللي منا عطي تهديه محمد مزال في الارحام امه سمعت تسبح ايديه الا غمض عيني هنا واللي في القلب راعي فيه الا غمض عيني هنا واللي في القلب راعي توب ربك يا المثله وترك ذاك المثلها فيه اللي شينه محرم والرب اللي يحكم ما يبغي صليت عليه دائما مجموعة شباب واذنون اللي حاضر معنا اليوم ضيف الحلقة اللي هو عبد الواحد الرقيب عن عضو من مجموعة شباب واذنون دائما في برنامج خيمة زوان على أثير إذاعة MFM. ودائما مستمعينا الكرام أرقامنا الهاتفية اللي هي 05 28 84 89 65 والله الرقم الثاني اللي هو 05 28 84 69 عفوا 65 رقمين اثنين. رهن إشارتكم مستمعينا الكرام للتواصل مع فقرات البرنامج. تحية كبيرة لكل المستمعين وين ما عاد، وتحية كبيرة للمستمعين في مدينة قليميم، وتحية كبيرة للمستمعين الكرام في طنطان والعيون والسمارة وكامل أقاليم المملكة المغربية اللي صنتوا لنظرك على الإذاعة القريبة منهم واللي تصنت لهم 24 ساعة على 24 ساعة إذاعة MFM الإذاعة الأولى الشاملة في المغرب. عبد الواحد منين صنتوا تبارك الله الأغاني اللي ما خالق حد ما هو حافظهم ولا قليل اللي تبارك بهم تبارك الله أغاني بإيقاع خفيف وتوزيع تبارك الله اللي كلها سهل، الكلمات اللي واضحة تبارك الله اللي احنا قاصدين هذيك الرواية بس ما بغينا نكحلوا القيفان كلمات الاغاني اخترنا نعدلوا كلمات بيض يعني يفهم كل حد زين. وذاك كامل تبارك الله جبر صدى طيب عند محبينكم وعشاق مجموعه شباب واذنون ودرك لي نحكموا مكالمه. السلام عليكم. والسلام عليكم والرحمه. عليكم السلام، مرحبتي بك. خير يا سالم مسكين لاباس؟ لاباس الحمد لله كل شيء بخير. ياك بخير على خير. سال عنك خير. الله يسلمك. مرحبتي بك. ومرحبا مرحبا شباب واذنون. الله مرحبا بك واهلا والله وخير.
والله الا مرحبا وسهلا. هذا راه ميلود من ولاد داحو اللي يتكلم معاكم. وخيرت والله اللي وخيرت بكم. مرحبا والله اللي مرحبا ولد عمي. والله الا مرحبا وسهلا وراكم منسينا على هذا البرنامج ديال ايمي فيهم برنامج دول القمره وبرنامج الشباب ودنون. نتمنى ان شاء الله هذاك مبارك عربات مبارك عنده العرس هذه السيمانه والجماعه اليوم. نتمنى ان شاء الله يجيب هاد الشباب وادنون مجموعه شباب وادنون. والله الا نتمنى يجيبهم ان شاء الله الفرح ديالو باش يونسونا ويونسوا جماعتنا ويونسوا احبابنا واصحابنا. واش يا عبد الواحد راعي الناس تبارك الله يبغاو يحيوا اعراس ويحيوا مناسبات بمجموعه شباب وادنون اللي تبارك الله. لا اللهم بارك الحمد. الدنيا انا الحمد لله على العين والراس. لما كان معي الحاضرين ما عندك مشكله الدنيا. وخيرت مشكور يا ميلود اقوني مشكور حتى على تواصلك مع البرنامج. كيف سمعت يا عبد الواحد على انه تبارك الله المستمعين الكرام يبغوا يصنتوا لاغانيكم ويبغوا ياسر من ذاك الاغاني اللي تبارك الله سهله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله هو جمهورنا الحمد لله ما شاء الله. هذا هو اللي خلانا احنا نستمت يعني ونتابروا باش نبقاو مستمرين. هذا من المده من الزمان كامل ونعطوا الجديد تبارك الله لله نتكلموا عنه في جديد. هذا كامل الحمد لله يعدل من اجل الجمهور. هذا كامل من عدل من الجمهور والجمهور هو اللي عدلنا احنا. هو اللي خلانا نحبوه. هو اللي صح لنا ضريك ما صح لنا من الجمهور محبه الجمهور والله. ودائما مع الجمهور ودائما مع المستمعين الكرام. ما شاء الله. وضاك نحكموا مكالمه. السلام عليكم. سلام الرحمة. مرحبتي بيك. شحالك يا بو؟ ياك لاباس الحمد لله كل شيء بخير. شحالك مع الصحة ومع الوقت؟ ما طاري باس الحمد لله. من هي اللي معانا؟ شحال ضيوفك؟ معك السالمة من نواحي اليمين. مرحبتي بيك يا السالمة. بيك وهلا يا بو. معايا اليوم عبد الواحد الرقيب عن مجموعة شباب وادنون. والله اللي مرحبا بيه. بيك وهلا والله. مرحبا به وادنون كاملين. خيرت والله اللي مرحبا بيك وهلا والله. الله يا بو. وشحالك؟ ياك لاباس؟ بخير وعلى خير الحمد لله. لا في منيتك ما شاء الله. الحمد لله. الله يسلمك وانت ياك بعد بخير ياك الامور هانيه ما شاء الله. خالك شي ربيع مزال خالك شي. ايوا شلون نقولوا هذا الشيء كامل لا حشيش. ايه ابريلو هذا هكا خسر شي زي ما كامل والله. وخيرتي يا السالمه مالك قاعده في خيمه تبارك الله مطرحه فم. ايوا تبارك الله يا ربي حامدينك. الجو مزال ما بدي. زين تبارك الله. شفت عندك اغاني مجموعه شباب واذنون. ايش نقول لك والله تبارك الله. اهل واذنون كامل زينين واغانيهم زينين مع ذاك. زين والله. وإحنا مولي زاد الله الوازن. حق والله غزيت كافي غزيتي والله اللي وخيرتي والله. الخيمة الكبيرة يا لموي هذا من القليثة. وخيرت والله. والله شلون نقول لأن يرومان قدو. والله مشكورة حتى يا السالمة. وضرك مستمعين الكرام لا تبعدوا ليه نمشوا معاكم الفاصل إعلاني قصير وراجعين لكم. MFM الإذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. ماشي باستطاعتنا نحسنوا حالة الطرقان الصعيبة، العقابي، الحفاري، الغبرة، كل هاد العوائق اللي كيواجه الموتور الشاحنة ديالكم وكتحد من فعاليته وتقلص العمر ديالو ما نقدروش عليها. ولكن الان مع شاري مولا ايركات اكس جديده تقدروا تعاونوا محرك الشاحنه ديالكم باش يتجاوز كل هاد التحديات بفضل الحمايه الثلاثيه. شيل طورات زيت جديده شاري مولا ايركات اكس اللي كتمنح المحرك حمايه 50% اكثر ضد الصدى، 30% اكثر ضد تاكل الحديد، و50% اكثر ضد التخت والاوساخ اللي كتراكم في الموتور. شاري مولا ايركات اكس جديده زيت المحرك اكثر نظافه وفعاليه باش يدوم مده اطول. شاري مولا الزيت اللي كتخدم باقصى جهد بحالكم. محمد عطير غادي يجي لدواركم، وإلا لقى مسحوق سبنسور في داركم اللويزه ديال الذهب غتكون ديالكم.
مازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام دائما في برنامج خيمة زوان، ودائما مع عبد الواحد الرقيب اللي تبارك الله مشرفنا ومشعشع خيمة زوان اليوم. بيك والله خيمة مشعشع على بيكم كاع انتم زين يا عبد الواحد. اكيد مواضيع عديدة اللي طرقوا لها اغانيكم وطرقتوا لها في اغانيكم. فعلا هو احنا دائما نعتمدوا على الموضوع هو الاول. اهم شيء عندنا احنا هو الموضوع، بس ديك الساعه لان من يعود الموضوع حاضر تتكلم عنه ولا تعالجه ديك الساعه يعني احنا دائما نحس يعني نغنوا على احساس الناس، دائما الناس الموضوع يعني ذاك اللي باقي فيه ذاك الواجع نحاولوا نساهموا باش نلحقوا الرساله مثلا، ولا نطربوا هذاك الانسان ونخففوا عليه على الاقل بعد الالم ديال هذا. والله وكيف يعرفوا مستمعينا الكرام على انهم اغاني كثيره اللي منهم عالجت مواضيع اجتماعيه، مواضيع ثقافيه، مثلا فجائع الظهر اللي فات، مسرات واحزان والمنهجه عنده نوبات ما هي ما هو نسيان. هذا يعني تتكلم على فجائع الظهر، يعني ذاك اللي كان في ذاك الزمان مثلا خارج كيف يعني كم من قصور كانت عامره وعاد تصبحت فارغه، وكم من كذا وكم من والله كذا. كيف نقولوا دوام الحال من المحال وياسر من الانسان ما يكون ما قد يكون لابد يتخطاو عليه، لانه المسارات ما يدوم والفجائع ما تدوم والهموم. صح والله ايش تقول تقولنا عن اغنيه فجائع الظهر؟ هي أغنية فقط أغنية فجائع الظهر اللي فات. لا هذا العنوان وحده معبر عن حاله، معبر عن حاله، وتعرف عنها صالحة لكل وقت وحين. مازال تبارك الله يصنتوا لها الناس، مازال فعلا احنا ركزنا على اهم كيف قلت لك على المواضيع دائما كانت تروح في محلها باش ما تموت المواضيع يعني ديال في اي وقت واي زمان واي ما كانت تصنت له ودل على وقت دل على نفسه. زين عرفتنا لكل شيء
تبارك الله أغنية فجايع عدد الظهر يا عبد الواحد، اللي تبارك الله تحمل عدة معاني وعدة دلالات، تبارك الله اللي يلا يقبض منها الواحد العبرة على أنه ما يدوم حال. الدوام والله ما يدوم حال. كيف سمعنا في كلمات الأغنية أين ذوي تاج السادات وين من تيجان جات في الظهر أوقات كيف اللي ما قطوا كانوا والله كيف اللي ما قطوا كانوا ونساء. هي المجموعة الحمد لله يعني تناولت ياسر من المواضيع يعني غنت على الطفولة في أطفال الحجارة، غنت على الصحة في السيدة، يعني في مواضيع ديال الصحة، غنت على القضية الإسلامية، القضية المذبحة في البوسنة والهرسك، ودم الشعب اللي ماليان الشيشان، مشكلة الشيشان الساعة مع يعني في ذاك الوقت، يعني مواضيع طارحين، مواضيع اللي هي مهمة يعني وما فايتنا شيء، وفي نفس الوقت مولي يعني شاب جمهورنا وصديقائنا وحبانا نعطوهم دمنا ونبغوهم كاملين الحمد لله. وتحية من هذا المنبر لهم كاملين وين ما كان والله الشباب يعني الجمهور ديال شباب وادن والأصدقاء ديالهم تحية لهم منهم. أكيد اللي مجموعة شباب وادن اللي كانت مدرسة أولى لعدة فنانين درك بارزين في الساحة الفنية في الأقاليم الجنوبية. صحيح، هي مجموعة شباب وادن تعتبر مدرسة في التاريخ كاع، هي حد ذاتها ما نقول عن الشكر راسنا نتكلم عن المجموعة. مجموعة شباب وادن هي تاريخ حد ذاتها، ما قد حد يتكلم عن وادن ما ذكر شباب وادن. بلا تقريبا درك 35 سنة درك من 82 إلى حين راهي ما شاء الله واحد العدد كبير من الفنانين اللي اشتغل درك يعني تخطى من مدرسة الشباب وادن، هي تعتبر مدرسة. واحد العدد من تقريبا الأغلبية ديال الفنانين اللي خارجين حاليا الفنانين المتوسطين، يعني ما هم هادو التاليين لكن سابقهم شوي كامل الأغلبية تخطوا من تبارك الله الفضل كامل، استافدوا منها يعني انشهروا معاها واستافدوا. وانا كنت عبد الله قلت انا دائما انا ابوهم من امهم، انا اصغرهم وانا اكبرهم يعني كنت دائما زين تبارك يعني تقبض بيد الشباب كانوا خاصه الموهوبين الانسان اللي موهب مؤمن واللي ما تخسرش، اللي عندهم موهبه تبارك الله فنيه. الانسان اللي موهوب نبغيه زين عندي والله نختار ونطروا خي يعملوا كاع واحد ويجروا عندي ارواح. زين ذا كامل زين. دائما ارقامنا الهاتفيه مستمعينا الكرام هي 05 28 84 69 65. والله الرقم الثاني اللي هو 05 28 84 89 65. مرحبا وسهلا بكم دائما مستمعينا الكرام في خيمة أزوان. عبد الواحد منين نقولوا يا ملكنا العزيز يا الحسن الثاني يا حامي والرقزيز والقدس وشي ثاني باش تذكرك؟ ذكرني في سباق المدن اللي كان في شهر 11 في 86 سباق المدن اللي كان قديمي كان نبغي نسمعها كان متبارز معاه ان شاء الله نبغي نسمعها درك ان شاء الله. انا نختار نتكلم عن التاريخ عن وقتها ونسعى نتكلم عنه. قلت لك هذاك التاريخ كان سباق المدن متبارز بين قديمي والعرايش. كان تعرف وفاز قديمي وتعرف به ما شاء الله. قديمي هو عنده فيه يعني خزانه كبيره من التراث من التراث من الفرق الموسيقيه سواء عصريه وسواء تقليديه. كاين القدره كاين الطبل كاين الهرمه كاين راح كاين كبيبه كاين دوك الالعاب الشعبيه اللي ولكن يا للاسف مع الناس المسؤولين ما اهتموا بهذا التراث ولا اهتموا به. يعني هذا يوصف يعني حتى الجهه المعنيه لو كانت اهتمت بهذا الشيء على الاقل تعود عندها خزانه، على الاقل تعود عندها خزانه تستافد منها هي اكثر من اللي يستافدوا منها الفرق انفسهم والله. زين ولكن هذا الشيء كامل. زين درك يا عبد وحده نحكموا مكالمه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بيك. يوني بيك يوني بالاستاذ اللي معك. هيا عبد الواحد الرقيب عن مجموعه شباب وادنون. وخيرت به أنا على التعريف. هذا معك يا أستاذ الكريمة كحل عيون مدينة العيون. مرحبا بك بكحل عيون وفي مستمع وفي لمجموعة إذاعة MFM. بارك الله فيك. شكرا لك وشكرا للأستاذ الكريم السي عبد الواحد الله يطول عمره. مرحبا بك يا ولي بك. أنا والله لين نسمع صوتك يا أخي لين ندوب. عرفت علاش؟
جامد جور قلت انت بانك فنان، ولكن الشباب هو اللي كيشهد لك بذلك. شكرا بارك الله فيك. الشباب هو اللي يقول لك انت فنان قادر، والاغاني ديالك ما فيها خدش، ما فيها شي حاجه اللي نقولوا حنا اللهم بارك اللهم بارك، وهادفه وما شاء الله ما شلا ما يتقال فيها. والشباب كله منذ ذلك من الثمانينات هم دائما شباب وشبان يستمتوا ليك، واخا كبروا راه مازال شباب يا اخي. الحمد لله. هو تعرف الفنان واخا يكبر واخا يشيب راسه قلبه يدم دائما الشباب. هو يزيد شبابا وقوه، شبابا وقوه بانه عارف راسه بانه هو واثق من نفسه بانه فنان وخلي الجمهور هو اللي يعطي الكلمه ديالو فيه. وانا اناشدك واطلب منك ان شاء الله تحقنا ان شاء الله مدينه العيون احدى المهرجانات، وتكون ان شاء الله واقفا صامدا ان شاء الله. ان شاء الله ما احنا مستعدين لاي مهرجان استعدوا. وشكرا لك مره اخرى يا صديقي. مشكورك حل العيون من مدينه العيون، مشكور حتى على تواصلك مع فقرات البرنامج. عبد الواحد منين راني قلت لك عندي عنها معانا مكالمه كيف شرنا الزميل هشام بالحاجه. السلام عليكم. السلام الرحمه. مرحبتي بيك. الخير شحالكم؟ لاباس الحمد لله. ايوا الضيافين راهو جا ولا واش حالتهم على تاي؟ ايوا تبارك الله الضيافين سبقوك يا ذكرني بعد الاسم. معك مبارك من السناره. مرحبتي بك يا مبارك. تعرف اللي تبارك الله حضر معاه عبد الواحد الرقيب ما يصيب يكون شدح الخيمه وعدل معينتاي وعدل شي كامل صالح. بارك الله. مرحبتي بك يا مبارك. عاد انا سبق لي الكاس الاول والوسطاني وحق نعرفوا على الكاس الاول ما يعاقب يغير خلع عن المكالمات الضغط على الخطوط خلاه مبارك يعاقب الكاس الاول. والله لو خيرت لباس الحمد لله يا مبارك كل شيء بخير. كل شيء بخير. سال عنك خير يا مبارك. الحمد لله. وني بيك يا مبارك. ايش قد تقول؟ واش طاري بدايه واش طاري بعدا؟ لباس الحمد لله اللي طاري رانك تسمع له يا مبارك. ياك والله ايش كيف عندك مجموعه شباب وادنون ومع عبد الواحد الرقيب؟ والله ما شاء الله جماعه ما شاء الله زينه ما شاء الله وديما نسمع على شي زين والله انا عندي قافون اللي عاد يمكن نسمعوه. قاعد يقول هذا الخرق اللي متنافي كل ساكن عنده طان واللي ساكن تل الطنطان يستقبل حتى القافي. زين راني يهديلكم انتم جميع المستمعين كامل. والله لا مشكور حتى يا مبارك. ويعملنا انت معاني بالخيمه مولي ان شاء الله خيمه وزوان راه انت معاد ما بيك انت مولي انت من الزوره وجيتي فيها. والله لا مرحبا بيك. والله لا مرحبا. خيمه زوان راهي تبارك الله مفتوحه لكل وقت وحين لكل الفنانين وبالداعن والزان تبارك الله اللي باله تبارك الله تزيان لا بمستمعين الكرام. لهين نمشوا نحكموا مكالمة ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحبتي بيك. حالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك. تبارك الله كل شيء بخير. هذا برنامج رائع. وني بيك. من هي حق الله اللي معانا؟ معاك حياة من العيون. مرحبتي بيك يا حياة. شنبت الأجواء عندكم فم في العيون؟ زينة ما شاء الله. معانا اليوم في خيمة زوان عبد الواحد الرقيب عن مجموعة شباب وادنون. شرفين والله لا خير حتى انا ما قد سمعتهم غير منين سمعتهم اليوم زين عندي. ايش نبت عندك؟ هذا هو الهدف من البرنامج على انه ياسر من الاغاني على انه المجموعات. والله ايش نبت عندك اغانيهم كاول مره تصنت لهم كامل قاع متعصري بريك زين والله. وتعرفي عنه يا اللي قاع تبارك الله زادهم على انه اغاني ما هم مسجلات درك بهذا اللي على درك توزيع جديد. اغاني تبارك الله عندهم من الثمانينات والتسعينات وما زالوا تبارك الله درك جابرين صدى طيب لدى خاص الفئة الشبابية يسوى الفئة الشبابية يسوى الأعمار من جميع الأعمار تبارك الله. الحمد لله يزيدهم إن شاء الله لا لكن ينظروا لهم قاع حنا مشكورة لا أنت حتى اللي ما هي شوي وزين عندنا ذا كامل. بارك الله فيك. ونتمنى انك تهدي لي شيء زوين ما قد سمعت نظر نسمع. ان شاء الله ان شاء الله لي تسمعي موجود الخير الحمد لله ياسر. لا يقوي ان شاء الله. والله الخزينه ملانه والله. مشكورة حتى. يعملنا من هاد العيون غير الحسن كامل وادنون. شوف يا اختي احنا ديال الناس كامله احنا مجموعه الشباب وادنون. هي ما هي الا الشباب لا هي الا الوادنون فقط هي الجنوب كامل. فهمتي الصحراويين كامل وين ما عادوا
لاهل الجنوب كامل والمغاربه كاع بصفه عامه وشمال افريقيا كامل والعرب كاملين والله وين ما كان يعني في اي بلاد من العالم. مشكوره حتى يا حياه اللي تواصلت معنا مع البرنامج. ودرك له نحكموا مكالمه ثانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. مرحبتي بيك. شطاري وني بخير. واش نبتك مع الصحه؟ والله لا بخير. ياك بخير؟ الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله كل شيء بخير. نبتكم في الطاقم اف ام. ما طريبات الحمد لله. الاسم الكريم؟ عبد الرحيم. مرحبا بك يا عبد الرحيم. المكالمة من منين يا عبد الرحيم؟ شكيت من أكادير. عبد الرحيم من أكادير. مرحبا بك يا عبد الرحيم. عبد الرحيم احنا اليوم معنا شباب وادنون يعني. مجموعة شباب وادنون وحاضر معنا هون الفنان عبد الواحد الرقيب عن المجموعة. الله خيرت به. بيك وعلى والله شكرا بارك الله فيك. أنا مولوع بالهون ديال الصحراوي. أنا ماني صحراوي. وخيرت هو الانسان يعني هو مر عبد الرحيم. هو هذا العنوان اللي دايرين اسمه ازوان. وازوان كيف قلنا قوي ازوان هو الناس كامل. والله الناس كامل تزون به وما هو مفروض عنا رجاجي تزون يعود ما هو مثلا صحراء ولا كذا. ازوان قد يزون واحد بالغنى قد يزون كيف قلنا بالقيفان وقد يزون بالقصائد وقد يزون قال له وحده مثلا حالك ويعجبوا هذا دي يعني هذا شيء كامل زين والله. والله مرحبا. زين. عبد الواحد الرقيب أكيد مستمعين ياسرين بغاو يسمعوا شيء غير درك لهين نشوفوا أغنية السيدة وما أدراك. الله يحفظنا ويحفظكم. أمين يا منى. وكيف قلنا على أنهم أغاني عالجوا ياسر من مواضيع العصر. يقولون دون عدهم يقولوا هذه مواضيع مهمة الحمد لله. وهذا هو المطلوب من هذه يستافدوا الناس من المجتمع يعني الإنسان يحرص من والله من هذا الأمور هذه. والله لهين نمشوا نحكموا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبتي بيك. السلام عليكم السي عبد الواحد. اهلا بك خويا. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله. والله وخيات يسلم عليك بوقف ويسلم عليك بوقف من قليمي. وخيرت والله. لا مرحبا بك ومرحبا بالقليمي ومرحبا بالوادن ومرحبا بهنا ومرحبا بالبوقف. وسلم لي على سلمى السكي حتى هي مولي. ولي بيك يا مبارك. اش نبتك يا مبارك؟ والله الا وخيات بك وزاد مولينا خيرت انت السي عبد الواحد. وخيرت بك حتى انت. مرحبا بك. وسبب ودنون والحمد لله رحنا اللي في قليمين راه نشوفوهم تبارك الله. نشوفهم في الاعراس نشوفهم في المناسبات. الله يوفق لهم. الله يوفق لك السي عبد الواحد. امين يا مولانا. شاكرينك حتى يا مبارك بوقفوا من مدينه قليميم. دائما نمشوا شوي مع اغنيه السيده وما ادراك. كان كيف قالت مستمعتنا قبيل من مدينة العيون على أول مرة تسمع بعض الأغاني لمجموعة الشباب وادنون ودي هي فرصة يصنطوا لأغنية السيدة وما أدراك. كرمتك من الحياة في الناس الله ينجينا اللي تمشي معاه من ولا تقدر تجاه السفينة
دائما متواصلين معكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج خيمة أزوان. عبد الواحد، المستمعين راهم يبغوا يسمعوا منك شيء تقولوا لهم كيف قالوا جرى الاتصال بعض المستمعين قبل قليل. ياسر ما ينقال ياسر هو حق راهو ياسر كون شوي. والله حاجه اغنيه من ذاك الاغاني الاولات اللي زينه عندي ديال 84 كنا اللي نسجلوها في ذاك التاريخ اللي يقولوا فيها يا ربي راني تايب لك انت مولاي واغفر لي انت ربي وانا عبدك ما نعبد غيرك ونصلي. زين يا ربي راني تايب لك انت مولاي واغفر لي انت ربي وانا عبدك. عنها ملحنه يا ربي راني تايب لك انت مولاي واغفر لي انت ربي في البند ديالو الثاني والله. زين ايوه. ربي وانا عبدك ما نعبد غيرك ونصلي قهروني لعات الزمان والتخمام مشوش عقلي وخلط لي هو الشيطان اللي لقيت له مجد. زين قلبي طارت به حمامه قلت لها يا الطيره نزلي اعطيني روح السلامه قتلتيني ما لاحقش نزلي وتعالى راني هون ما قديت نحرك رجلي خليتيني كيف المشطون مصيف ملاحق فصلي. هذا زين وخير حتى انت ما شاء الله راك مغنيه ما شاء الله زين تبارك الله زين تبارك الله. ودريك كيف لابد نتكلموا عن أغنية الوسنة والهرتي ك يعني والله ترابي يا حبابي. وكيف قلنا خارجة من أغنية يا المسلم فين معت هذا راهو شين عليك ياك شفت بعينك وسمعت حال البسنة والهرسيك حن بقلبك كون شوي وتأسف من حال أخيك هو ميت وانت حي وش من حياة بلا بيه. يا غير سابق ما نختموا الحلقة اليوم يا عبد الواحد نبغوا نسولوك منين قاس تيليويني. المجموعة هي كاين محمد التيليويني الله يذكره بخير عاد فرنسا ويتصنت لنا حالا راك يتصنت البرنامج. وجه لكم تحية وموجه تحية لجميع المستمعين ديال راديو MFM وديال هذا البرنامج الجميل. زين. وحسن التيليويني كذلك. حسن التيليويني حتى هو عاد في قليمي موجه لكم تحيه حتى هو ولجميع المستمعين ديال هذا البرنامج. وخيرت. وعلي سالم الشمران راك عاد في العيون حتى هو يسلم عليكم ما شاء الله وحتى هو يصنت البرنامج. زين. يسلم عليكم حتى هو يسلم على جميع المستمعين. نبغوا من هون نوجهوا تحيه كبيره لهم وتحيه كبيره للمجموعه كامله. وكيف قلنا عن المواضيع المتعدده من هون اللي منها درك الاغنيه اللي صنطرها درك اللي نختموا بها البرنامج اللي هي انا ما نبغي يكون ترابي يا حبابي اللي هي تجسد تعلق المغاربه جميعا بترابهم وبوطانهم وين ما حلوا وارتحلوا. ما نكون نشكروك يا عبد الواحد الرقيب على حضور في خيمة زوان. شعشعت تبارك الله خيمة زوان. والشكر موصوف لك ولجميع الطاقم التقني والاصدقاء كاملين نوجه تحيه ونتمنى للبرنامج التوفيق والنجاح والدعم الكامل من جميع الصحراويين بهذا هذا يعنيهم ويعني باش ثقافة البيضان عموما الناس كاملين وهذا هو المهم. شاكرينك حتى يا عبد الواحد الرقيب اللي كان معنا عن مجموعة شباب وادنون للموسيقى والطرب الحساني. الشكر موصول كذلك للزميلة لطيفة السراير وهشام بالحاج اللي كانوا معايا في الهندسة الصوتية واستقبال المكالمات. نشكر كذلك مستمعينا الكرام اللي تواصلوا معنا واللي كانوا في الاستماع لنا. نخبط لكم موعد إن شاء الله يوم الاثنين من 2 إلى 3 في برنامج دائما خيمة زوان موضوع جديد ومجموعة غنائية جديدة أكيد مع الطرب دائما والموسيقى الحسانية. أوقات ممتعة نرجوها لكم مستمعينا الكرام مع بقية برامج إذاعة MFM. في أمان الله.